في ايه؟ كفايه بقى، كفايه انت بتربيني من اول وجديد يا ساتر. اهلا بيكم في اول فلوج. الفلوج ده فلوج اسمه فلوج صح؟ انا حاليا بتست عربيه رينيجيد، هي جيب صغنونه ايطالي، شركه فيات اشترت شركه كرايسلر. ففيات قررت ان هي تعمل حاجه صغيره لجيب عشان تبيع اكتر وتغزو بيها الاسواق العالميه. والعربيه دي نازله في السوق المصري بتاعنا بقالها فتره، بس الموديل اللي احنا خدناه النهارده ده بيتمتع بدفع رباعي، وموتورها هو نفس الموتور 1400 توربو، بس بدل ما يبقى 140 حصان بقى 170 حصان. النهارده كتبت بوست على الفيسبوك قلت فيه للناس ان هو اللي عايز يا جماعه يركب معايا العربيه بكره، ننزل نكروز بالليل ونتكلم على العربيه شويه. طبعا جالي رد فعل مهول. استنى ما نفتح البتاع ده عشان هيدينا اضاءه اكتر، لان انا الحقيقه معيش اضاءه برضو، يعني البادجت ضعيف شويه. احنا بالليل، ايه الغباء ده؟ ما الاضاءه هتيجي منين؟ المهم بصراحه مش هضحك عليكم، انا اصلا سوقت العربيه دي من سنتين في ايطاليا ايام ما كانت لسه نازله، اللي هو ما كانش حد اصلا سمع عنها هنا. انا رحت من اوائل الناس في العالم اللي سوقتها، فيعني الريفيو ده تحصيل حاصل كده يعني. فانا قلت بدل ما انا اخد العربيه لنفسي، انا اجيب ناس بقى تشارك معايا اللحظه، تقعد تتفرج تقول رايها، تشوف العربيه دي حلوه ولا مش حلوه. فبكره ما عنديش فكره ايه اللي هيحصل، بس اللي انا عارفه ان انا بكره اول حد هيركب معايا العربيه دي هو عمر ابني، هاخده من المدرسه، هو بيحب العربيات جدا. وبعد عمر بنزل بقى للشعب بقى والناس اللي انا اتفقت معاها ان انا هاخدها لفه دي، ونبدا بقى ايه نتكلم عن العربيه. What we do here is go back. صباح الفل واهلا بيكم في الفلوج بتاع العربيات. هنروح دلوقتي نستنى عمر ابني من المدرسه واجيبه من البيجاما داي، فمحدش يستغرب ان هو لابس بيجاما، ده طبيعي. هو اصلا كان النهارده عنده يوم في المدرسه لابسين فيه بيجامات وبيحكوا لهم قصص وحاجات كده. ما تسالونيش ليه الكلام ده ما كانش على ايامينا. تخيلوا كنا نروح زمان المدرسه بالبيجاما، بدل ما نقوم الصبح في البرد ونقعد نتكتك واحنا بنلبس، كنا نروح بالبيجاما على طول. هو ليه حر؟ ليه الجو حر؟ التكييف شغال؟ ده تكييف ده ولا مروحه ده؟ ماشي، هاخده دلوقتي الباص هيجيبه، وبعد كده هوديه عند جدته وننزل بقى نصطاد ناس يركبوا معانا العربيه ويقولوا لنا رايهم فيها ايه. فخليكم معانا عشان عندنا النهارده يوم قوي جدا في اول فلوج بتاع اللي هو انا سميته الفلوج بتاع العربيات. الباص اتاخر قوي. ده غالبا البيجاما داي ده شكله كده هيباتوا هناك ولا ايه؟ مش عارف. بيجاما داي. عمر جه اخيرا. هشتري. انا كنت مش مصدق، انا كنت مش عارف ان دي عربيه حد تاني. ايوه انت نسيت ان هي العربيه دي معانا. ها؟ نسيت. استنى ما اطلعك بقى عشان عارف ان هي طويله عليك. ايه يا ابني ده مستنيك بقالي 200 سنه. عامل ايه؟ انت عارف سبنسر سارة حسني جابت لها. مين سارة حسني دي؟ اقول لك ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ انت بتعمل كده. مين سارة حسني دي يا عمر؟ جعان؟ ولا مش جعان؟ طيب وعايز تعمل بيبي او حاجه؟ بيبي كيكي؟ مش عايز اعمل حاجه، عايز اكل بس. انت عايز تاكل ايه؟ ملوخيه. احنا المفروض ان احنا نقعد مع بعض شويه وبعد كده نلعب. بعد كده هوديك عند توتو وانزل اخلص مشاوير وارجع لك تاني. اتفقنا؟ لا من غير عياط. لا انا بص. لا خلاص. ما احنا مع بعض اهو. خلاص هقعد معاك. ايه رايك؟ هنقعد مع بعض ماشي؟ دي العربيه دي اسمها ايه يا مولي؟ جيب ايه؟ مش عارف. جيب رينيجيد. هي عربيه كبيره ولا صغنونه؟ هي كبيره بس مش قوي يعني. ايه اكتر حاجه عجباك فيها العربيه دي؟ انا بحب الكولر ده. الاورنج؟
عشان هي من جوه وايت واورنج صح؟ طيب يعني الاطفال بيحبوا الالوان الفاتحه، دي حاجه كويسه للاطفال. وهي بتفتح من هنا. ودي برضو حاجه كويسه للاطفال. ليه بقى بتحبوا يبقى مفتوح؟ عشان ايه؟ عشان تحس كده ان انت اكنك في، صح ولا ايه؟ طب ايه الحاجه اللي مش عاجباك في الكار دي؟ كله عاجبني يعني. كل حاجه عاجباك؟ انت عارف ان الكار دي ممكن تمشي في الساند وعلى البيتش؟ ازاي؟ هم عاملينها ان هي تبقى سترونج، ان هي ممكن تمشي في الساند مثلا زي دي كده، ممكن تمشي هنا من غير ما تبقى ستك. حلوة. عايز نجرب؟ افرض وي جات ستك بقى نعمل ايه؟ Going to call the police. يا ابني احنا العربيه دي لو اتسرقت مننا وإف وي كول ذا بوليس مش هيجي برضه، هيجي لنا واحنا غارزين في الرمله. انت ما اكلتش النهارده اللانش بوكس بتاعك؟ اكلت كله. تعرف ان انا مش اكلت يعني الجيز الاول ولا الحلاوه الاول. ما اكلت ايه الاول؟ هو ما كانش فيه. البسكت الاول. هو كان فيه بسكت؟ كان فيه الكبير ده. قول لي بقى، انت شايف مستقبل للعربيه دي في مصر؟ اه. ليه بقى؟ هل السوق بتاعنا مستحمل عربيه اغلى في السعر مقابل دفع رباعي ومقابل قوه اكتر في الموتور؟ اه. ايه؟ هي بتجري جامد. ايوه بس دي حاجه ترفيهيه يا استاذ عمر جدا. انت لو انت بتشتري هتدفع من فلوسك، هتشتري الموديل العادي ولا هتجيب اللي هي ال 4x4 القويه؟ ال 4x4 القويه. سلام. انا يعجبني فيك ان انت ماشي بمبدا هين قرشك ولا تهين نفسك، يعني تدفع ما عندكش مشكله، المهم ان انت تبقى راكب حاجه انت مقتنع بيها، صح كده؟ صح. انا برضو حسيت ان انت ده رايك برضو. الحاجات اللي لاحظتها في العربيه الجيب رينيجيد بتهتم جدا بسلامه اللي سايقها على الطريق، وان هو يبقى مركز ومصحصح لكل حاجه اللي ليها علاقه بالسيفتي وهو سايق. الالارم بتاع حزام الامان ما بيسكتش ومش هيسكت غير لو ربطت الحزام. ده موجود في عربيات كتيره بس هو صوته مش قليل يعني، اسمعوا. والمشكله بقى ان هو بيوطي صوت الكاسيت لما بيجي يشتغل، فاللي هو انت لازم تربطه يعني ما ينفعش الجو بقى اللي هو ايه ابقى سايب الحزام وسايق حاضر خلاص. حاجه تانية برضو من الحاجات اللي موجوده في العربيه هي اسمها لين كيب اسيست. فكرتها ان انت العربيه بتقرا الطريق اللي قدامك عن طريق كاميرا، بتشوف الخطوط البيضاء اللي على الاسفلت، وهي العربيه بتبقى رسمه لك على الشاشه هنا العربيه ما بين الخطوط ماشيه مظبوط. لو انت سرحت مثلا بتعمل حاجه، انت ماسك الدكسيون وكل حاجه، سرحت مثلا تلاقي العربيه تحدف منك شمال او يمين، تقرب من الخطوط اللي على الشمال او اليمين، الدركسيون بيحود لوحده سنه يدخلك تاني جوه اللين. متخيلين الموضوع ده عامل ازاي؟ السنسورز كمان حواليك وانت في الزحمه لو مش طافي صوتها العربيه ما بتفصلش، يعني وانت ماشي في الزحمه كل العربيات لازقه فيك حواليك، بتقعد العربيه تيت 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 تيت، فبتخيلك شويه. بس هي كل ده بهدف ان هي تبقى مخليك مصحصح واخد بالك. هم غالبا الناس اللي عملوا العربيه دي لما جابوها مصر كانوا يعني مدركين ان السواقه هنا فيها كم استهتار وخطوره رهيب، فقال لك ايه الناس مخلينهم مصحصحين وهم سايقين شويه. يا ابو حميد. لا ولا يهمك. الاخبار عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت جاي منين كنت؟ من التجميل. ده انت عندك جيش؟ لا انا ساكن هناك. طب الدنيا زحمه الوقت ده يا اسطى، انهي الوقت؟ اتفرجت على العربيه دي قبل كده؟ شفتها في اوتوماك. انت لو شفتها في اوتوماك بقى يعني ايه اللي لفت انتباهك فيها؟ نازله بتنافس فئه السبورتاج الاي اكس 35 الحاجات دي. هي طبعا متفوقه عليهم بكتير. من ناحيه ايه بقى؟ وجهه نظرك. بيلد كواليتي. من ناحيه قصدك ان الخامات اللي جوه الخامات اللي جوه العربيه، الاهتمام بتفاصيل العربيه. بعدين تاني حاجه حجمها احسن من التانيين كانت في الزحمه. عشان اصغر سنه مش من جوه يعني انا شايفها نفس الوسع. من ورا بالذات يعني انا ما اعرفش كده قاعد مرتاح ولا لا؟ لا انا كده قاعد مرتاح بس هي واسعه فعلا من ورا. الموديل ده منزلينه 4x4 170 حصان، هي 1400 برضو تربو زي الثانيه، بس الثانيه كانت بتنزل 140 حصان دفع امامي جر امامي. وبعدين بقى حاطين فيها موضوع الفور ويل لوك بقى وسنو وساند ومش عارف ايه وبتاع. بس انا بقى عندي نظريه الموضوع ده، قليلين قوي اللي هيشتروا العربيه دي من الفئه دي يبقوا مثلا عايزين يخشوا صحراء او كده. يعني ايه هيجيب اختها الكبيره، لا اما هيجيب الشروكي لا اما هيجيب الرانجلر. هل انت رايك ان الموديل ده هي يستحق كاوبشن لطيف بس كاستخدام لا، ما حدش هيستفاد منه تقريبا، قليل قوي اللي هيجيبها يشتغل بيها حاجه كده. يا هلا النهارده يوم مختلف. عامل ايه؟ الحمد لله. معلش نزلناك من البيت. لا عادي، في ايه؟ اخبارها ايه العربيه دي؟ ركبت اي واحده قبل كده ولا؟ لا انا واحد صاحبي جابها بس ما ركبتهاش. انا والدي اصلا يعني عايز اقول لك ان انا عرفت اصلا نازل النهارده اشوف العربيه دي.
كان مبسوط جدا ان هو العربيه يعني هو عايز اصلا يجيب العربيه. بص في جاب، بس لما بتلقط البوس لما بيلقط بتجري بتظبط لكن في جاب كده. بس انا بحب جدا اصلا موتور الفيات ده، انا كان معايا فيات برافو. ده حلو. بعشق العربيه دي. العربيه دي جريت مع ميني كوبراس، جريت مع الشروق، دايما لازم اولاني نثبت معاك، يطلعوا بعد كده ماليش دعوه. ما شاء الله حلو. شفت عشان حلو. ما ده برضو مش ناشفه خالص. العربيه واسعه عامه كمان. ما بالظبط برضو انا هي منظرها من بره يوحي لك انها صغيره، بس من ورا العربيه واسعه. طب وانت باباك عايز يشتري بيفكر في رينيجيد وايه تاني حاجات اللي هي الكروس اوفرز؟ بص هو في فرق سعر اللي دي اكتر بكتير. اللي زي دي جديد اعتقد ما بين 550 و 600. مش هيبقى اقل. انا مش عايز اقول، حتى انا ما اعرفش السعر الرسمي، حتى سالتهم اقل حاجه دلوقتي. بص ما تسالش على الاسعار خلاص بقى، ما تسالش على الاسعار كده لما تكون نازل تشتري عربيه انت ما تسالش سعرها كام وتجهز فلوسها وتروح. انت خد فلوس وروح. خد فلوس كتير. خد البنك. انت والله العربيات دلوقتي اسعارها بتتغير في اليوم. جامده بس. ايوه انت خليها معاك. بص النبي داخل عليا بايه لقيته واقف لي. ده ده جاي لك المطار مش هتعمل لي. دي جو برو. دي جو برو 5 ولا لا دي 3 بلس. لا انتاج في الارض. تحب الحاجات العاليه دي ولا انت مالكش فيها اصلا؟ طبعا بحبها. تديك ميزه عن الناس، انت ممكن لو الدنيا زحمه تطلع على الرصيف، لو مفيش مكان تركن على الرصيف. بس مش كل عربيه كروس اوفر تقدر تعمل ده، عشان كده منزلين دي 4x4 170 حصان وفي 9 نقلات. سمعت انت عن موضوع 9 نقلات ده قبل كده؟ انا سمعته في النقل التقيل. الفئه الكروس اوفر ايه اكتر عربيه بتشوفها حلوه لو انت مثلا هتصحى بكره هتشتري عربيه كروس اوفر؟ هامر. لا كروس اوفر غير هامر ده اس يو في، ده حاجه كبيره. ايه يا ابني الافتراء والتطرف اللي انت فيه؟ هامر عايز هامر. ايوه دوس على الناس. فهي موتورها 1400 سي سي تربو. بس 1400 ده مش قليل. ما هو بص بيعوضها في الهورس باور، بيعوضها في الهورس باور والعزم. ما هو التربو هي دي الفكره في التربو. انت عارف العربيات دلوقتي بي ام دبليو 300 3 سلندر 1500 سي سي اللي هي 3 سيريز الكبيره. فدي الفكره من ورا الرينيجيد، ان هم عايزين عربيه تكون سعرها معقول، استهلاكها معقول، ما يبقاش كل عربياتهم ديناصورات كده زي الشيركي والجراند شيركي والحاجات دي، فاهم؟ عايز ارجع الكرسي. رجع كهرباء يا باشا. لا تعالى في الكرسي نفسه زرار كده وزرار كده. لا في زرار تاني. ايه يا علي الناس كلها حركه الكرسي الا انت، وهم زرارين لازقين في بعض يا علي. ايوه لا مريحه جدا. تحت ما تحطها على الكنبه وخلاص. لا بلاش. ما هي تحت خالص في الشنطه، من تحت خالص تحت باب الشنطه. وده برضو من الحاجات الغريبه في العربيه شويه، ان هي فتحه الشنطه من تحت باب الشنطه، مش من عند الايه، مش الترتره اللي فوق دي، لا من تحت. انت يا ابني ايه ده يا ابني؟ ده ايه يا ابني بتقفل بايه ده؟ انا عايز قبل اي حاجه الاول تعرف نفسك، عشان انا عملت لك مقدمه ناريه من بتوع احمد موسى دول، قلت لهم يا جماعه ده حاجه غريبه جدا. عايز الناس تعرف برضو انت انا مين حكم ربيع؟ الانسان ولا الفنان؟ لا الفنان. بلاش الانسان عشان محدش مهتم خالص يعني. اوكي. انا بشتغل في الايفنت مانجمنت، سبيشالايزد في السبورتس ايفنتس، بسابق في الرالي من 2009. كو بايلوت، فانا قاعد هنا في مكاني. كو بايلوت بيبقى ماسك في ايده ورق، وهو مش خرايط، هو حاجه ثانيه. الورق ده بيبقى فيه ارقام وابريفيشنز معينه ورسومات وبتاع، هو بيقدر منها يكستراكت منها معلومه يديها للسواق. احنا بنبقى في وسط الصحراء تماما، انت في نوير، فانت مش اي حاجه باينه. فانا ازاي في وسط الصحراء اقدر اشرح لك ان في كوشن او في جامب كمان قد كذا، انت هنغير الكاب او الكومباس بتاعتنا نخش يمين ولا شمال، كل الكلام. يعني انت شفت بلاوي. انا ضعيف قوي في موضوع الاوف رود والكلام ده، والعربيه اللي احنا راكبينها دي هي جزء كبير من شخصيتها هي الحته دي. هو مبدئيا از كروس اوفر الشنطه مش مضايقاني خالص، الشنطه مش كبيره ومش ضيقه. كل اللي جرب العربيه بيقول ان هي عمليه جدا. انا توقعت ان هي اصغر من كده. وعجبني البانوراميك روف والفابريكيشن بتاع العربيه عجبني جدا. ايه رايك في فكره الالوان اللي من جوه فانكي ده ابيض؟ ده جديد على جيب تماما، عشان مش كل الناس حبت الموضوع ده. هي جيب في دي خرجت عن المألوف بتاعها الصراحه، لان هو في العادي جيب بتعمل حاجه خروج قالش. مش مضايقني، لا مش وانا مش مضايقني برضه، بس انا ما اعرفش ان هم نزلوا 4x4. انا فاكرك جاي لي بالفرونت ويل. لا هم نزلوا بقى 4x4. سؤالي بقى هنا هو هل انت شايف الناس اللي هتشتريها في مصر هيستفيدوا بحته ان هي 4x4 واوف رود وكده؟ بص هم هقول لك على حاجه، احنا طالعين صحراء از ان احنا هنخش الرمله. اوكي. انا مش محتاج عربيه تعطل بيا، ومش محتاج عربيه تبقى متعبه لا في قعدتها
ولا سسبنشن وايز تبقاش ستيف جدا، ويبقى فيها ستورج اريا تشيل اللاجج والحاجه بتاعتي. فهي انت هي دي معادله يعني. انا مش شايفها بالموتور ده بالذات ان هو اختيار اوف رود ان هي ديوربل. مع الوقت هل هي هتقعد زي الفور باي فورز الباقي، زي ابسط حاجه الرانجلرز من ساعه ما نزلوا مصر من 2010 يمكن، وهو الناس كلها بتخش بيها الصحراء، والمشاكل بدات تظهر مع المواتير البنتا ستار في نوع معين من الاوف رودنج مش على طول. لا ده انت دخلت بقى في حته لا انت انا ما عنديش اي فكره انت بتقول ايه اصلا. طيب انت لو انت هتجيب عربيه سيتي كار كروس اوفر وتبقى ممكن تسعفك شويه صحراء، ايه الحاجات اللي في الكاتيجوري ده؟ مفيش صح. اصلا ما بقتنعش بالرانجلر. يعني الرانجلر مش قصدي ان هي عربيه وحشه، لا هي مش وحشه، بس هي محتاجه شاب عايزها يعني. بس في ناس كتير شاريها بتستخدمها في البلد، وانا شايف ان الرانجلر في البلد صعبه قوي. لا والرانجلر من جوه فقيره جدا عندي، خلينا واضحين. السلام عليكم. اهلا صديقي البطل. ايه ده انت جاي من غير الكوره؟ ازاي جبت من غير الكوره؟ ده انت اللي قايل لي. ايوه موجود في العربيه. قلت لك رشوه صغيره بس. طبعا حاجه صغيره كده. يا سلام. انت معاك عايز تاني اقول لي بس للاولاد والمدام؟ لا والله بالعكس انا مناعهم. انا انت عارف مشروب الطاقه ده مش اي حد يقدر عليه. بريف صغير عن الفري ستايل فوتبول وعنك. فري ستايل فوتبول هو تريكس بالكوره تعمل بيها حركات بجسمك بالابر بادي باللور بادي وانت قاعد على الارض وانت نايم. حجمها بقى عامل ازاي في العالم دلوقتي؟ جروينج اب يعني واحده بدات مثلا اول الالفينات مثلا، دلوقتي بقت سبورت لوحدها ما بقتش ريتد قوي. بقى ليها بطولاتها وليها حاجات. بطولات. دخلت كام بطوله لغايه دلوقتي؟ والله لا ما عدتش. دخلت مثلا 3 بطولات عالم بتوع ريد بول، بطولة عالم بتاعت الاتحاد وورد 2 الصين وجنوب افريقيا ولندن. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى، ان واحد بحجم الانجازات دي واديته تليفون عديت عليه خدته من شيراتون يعني. لا بمنتهى البساطه كده. انت تعرف اصلا تعمل حاجه بالكوره وانت جوه العربيه؟ وانا جوه العربيه؟ ايوه واو ماشي. بنقف. شفت العربيه دي قبل كده؟ لا خالص بصراحه. يعني في الجيب بحب الرانجلر. هو الناس كلها بتحب الرانجلر. الميزه الوحيده في الرانجلر ان هي في الاوف رود حلوه. كل حاجه تانية في صف العربيه دي. استهلاك بنزين اقل، تراخيص في السنه اقل، العربيه انعم واريح بكتير، العربيه دايمنشنز اصغر فاسهل في الركنه، كواليتي من جوه كعربيه احسن بكتير. الماتيريال. هو انا حاسس ان انا اللي انت استضفتني. لا ما هو عشان انت العربيات انت دايس في الكوره. انا دايس خدت الميكروفون وفاهم ايه اللي هو حاسس شويه شغله. لا بس انا كنت عايز جيب من الاخر. عايزين بالعربيه دي يوصلوا لسيجمنت من البايرز او من العملاء اصغر في السن. هو متارجتين ميلز ولا فيميلز اكتر؟ الاثنين. وانا بيني وبينك برضه حاسسك كالفه على فيميل شويه. لازم 95؟ لا ايه بقى 92. يوم طويل جدا. انا بقالي تقريبا من الساعه 1 مثلا نختم الفلوج بتاعنا عن الرينيجيد. هي عربيه هايله للسيتي، ممكن تسافر بيها كمان. الموتور بتاعها انا شايفه هايل، ودي الحاجه اللي غيظاني جدا لان الرينيجيدز الارخص 140 حصان، وانا متخيل الموتور هيبقى حلو بس مش بنفس حلاوه ده. الموتور ده فعلا بيأدي يعني. سيفتي فيتشرز فيها كتيره جدا، اوبشنز بالهبل. التسعيره بتاعت العربيه هي اغلى من المنافسين بتوعها الكوري بتاع 100,000 جنيه مثلا، لكن هي في نفس الوقت ارخص ب 100,000 جنيه برضو من البي ام دبليو الاكس 1 ومن الاودي الكيو 3. الهيونداي والكيا مش نفس الايمج بتاع جيب. يعني تقول انا راكب جيب غير لما تقول انا راكب كيا او هيونداي. الخامات المستخدمه جوه العربيه كويسه جدا. يمكن تعليقي الوحيد ان هي مش عربيه بتخطف الاضواء لما تخش اي مكان بيها يعني. فهي مش عربيه تخش تعمل بيها نمره في حته يعني. ما حدش بياخد باله منها قوي. العيوب برضو اللي ما عجبتنيش في العربيه ان هي الريسبونس بتاعها في لاج. انت في حته في الاول هتبقى العربيه ميته معاك فيه، بس وانس ان هي بتلقط بوست العربيه الصراحه البرفورمانس بتاعها هايل. العفشه من اريح العربيات اللي ركبتها، وبالذات ان هي من جنطها 18، الجنط مش صغير. اي حفر اي نور اي الكلام ده ما بتحسش بيه فعلا، وفي نفس الوقت مش على حساب الاستابيليتي. مش اللي هو تديك احساس انك ممكن تدخل ملف على 200، بس كسواقه بلد وسواقه طرق سفر لا بصراحه هايله. بس ده كان الفلوج الاولاني. ان شاء الله نشوفكم في فلوجات تانية. في فلوج اسمه ايه بقى؟ هنسميه ايه الفلوج ده صحيح؟ طب ممكن انتوا تبعتوا لي بقى في الكومنتس تقترحوا عليا اسامي للفلوج. ان شاء الله لما يبقى معايا عربيه جايه هعمل نفس القصه. ان شاء الله الفلوجات الجايه تبقى احسن. وكنتم مع الفلوج اللي انا مش عارف اسمه لسه، ابعتوا لي انا اسمه بقى كومنتات تحت.